السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى من قناة بيجمان. فيديو جديد. طبعا طلع لكم النهاردة لبس الشغل، بس أنا بصور أصلا من الشغل وكده، لقيت إن فاضي 10 دقايق قلت أصور فيهم يعني عقبال ما تيجي المون وكده. بس المهم يعني النهاردة هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي ومخاطره. عارف إن هي مش متوقفة عليا أنا اللي هاجي أقول المعلومة دي، بس لازم تبقى عارف إن الذكاء الاصطناعي عمل نقلة كبيرة جدا من ساعة ما بدأ. زي ما ليه مميزات ليه أضرار. أنا هتكلم عن أضراره النهاردة. من الأضرار المجتمعية اللي أثرت علينا إحنا كمصريين، إن زمان لما كانت بتطلع مثلا فضيحة أو بتطلع إن فلانة ليها تسريب أو حاجة، كانوا أول حاجة بيعملها إنك أنت بتروح على القسم ترفع محضر. الفلانة الفلانية دي في اشتباه إن الصور دي بتاعتها أو مش بتاعتها وبتاع، فاهم؟ وكان طبعا إيه اللي بيعمل كده؟ اللي هي صاحبة يعني الفضيحة أو صاحبة الواقعة دي. لكن حاليا بكل بساطة أي واحدة سواء مظلومة أو مش مظلومة، سواء صورها أو مش صورها، أول حاجة بتطلع تقولها مجرد ما تفتش الفضيحة دي تقولك ذكاء اصطناعي. طيب أنت دلوقتي خليت موضوع يتركن عليه أشباه نساء كتير جدا وأشباه رجال برضو كتير جدا، لأن زي ما بيحصل مع الستات بيحصل مع الرجالة. يعني مناصب سياسية وكده بيطلعوا يخطرفوا بأي كلام وفي الآخر بيجوا يقولوا ذكاء اصطناعي، أو إن هم يلحقوا على المواضيع السياسية أو المواضيع اللي فيها يعني قرارات وكده بإن هم يقولوا ذكاء اصطناعي وكده، فاهم؟ فالفكرة إن هو إحنا مش مغفلين أكيد، وفي حاجات بتصورها بكاميرات وفي حاجات كده وكده يعني، وفي ناس شاهدة. بس سهل جدا إن هم يسكتوا ناس كتير اللي قاعدة دول. أصل هم مش كتار أوي يعني، هم سهل إن هم يسكتوهم، وحتى لو كتار سهل يسكتوهم. وبكل بساطة اللي اتشاف ده من ملايين الناس على السوشيال ميديا سواء أو على التلفزيون هيقولك ذكاء اصطناعي بيتصرف. دي من مخاطر الذكاء الاصطناعي. من مخاطر الذكاء الاصطناعي برضو ان الخوارزميات بتاعها بتمشي ازاي، ان هي بتاخد منك المعلومات الداتا بتاعتها وبتعدل في نفسها كل مرة. يعني انت مثلا لو انت دخلت على موقع الذكاء الاصطناعي معين، في مواقع كتير ليها، لو كتبت له ابحث لي عن صورة الاهرامات، اول حاجة هيجيبها لك مثلثين كده، اللي هو بص بالظبط مثلثين و2 دي واتنين بس مش تلاتة. هيحاول يرجع في الداتا مش هيلاقي حاجة غيره لما يجي يصور اهرامات ويبعتها له ويقول له ضيف لي صورة على الاهرامات او ضيفني عند الاهرامات او كده. فهو هيبدأ يخزن ان دي اهرامات، فتبدأ انت لما تيجي تبحث تاني يبعت لك الصورة بشكل اوضح. وهكذا وهكذا، كل ما انت بتضيف له داتا كل ما انت بتحسن منه اكتر وكل ما هو بيبقى متطور اكتر. طبعا انت بالنسبة لك ده تطور علمي وحاجة كويسة، هو فعلا حاجة كويسة. بس لو بصيت للجانب السلبي هتلاقي ان الداتا اللي هو بيديها لك دي بيخزنها مش بيسيبها، ما هو لازم ان يخزنها عشان يسترجعها. فقاعدة البيانات اللي بتخزن الحاجات دي فين اصلا؟ صنع الذكاء الاصطناعي او مخترعه او مكتشفه عامة كان من بره، اللي اكتشفه اصلا مات. يا عم انا معرفش هو مات ولا لا، بس خلينا نقول مات. قاعدة البيانات او الداتابيز بتاعته موجودة مع ناس ما ينفعش تبقى موجودة معاها. اصل هقول لك حاجة، طالما خرجت على النطاق العربي سواء دولة احنا عاملين معاها سلام او لا، برضه اسمهم اعدائنا. دلوقتي معاهم بياناتك كلها، معاهم تفكيرك، انت لما تبحث عن كذا هيطلع لك كذا. الطريقة الميكانيزم بتاعت الذكاء الاصطناعي كلها السيرفرات والداتابيز بتاعتهم عندهم هم. فقصة ان يبقى المعلومات بتاعتنا عندهم دي بتسهل لهم حاجات كتير جدا، زي ان هو يعرف يحاربك ازاي، يعرف يبعت لك المعلومة دي ازاي، يعرف يوقعك في الغلط ده ازاي، يعرف يضعفك ازاي، يعرف امتى يشدك عن التليفون وامتى يشدك على التليفون. خلي بالكوا عشان الحاجات دي بتفرق جامد جدا في اوقات كبيرة، يعني اوقات الحروب واوقات الجد بقى الجد، واوقات ما هم هيبقى محتاجين انك انت تبقى ملهي في السوشيال ميديا هيخلوك ملهي في السوشيال ميديا. اوقات بتبقى مثلا محتاجة انك انت تبقى موجود او متواجد في الشارع، بتبقى متواجد مثلا مع اهلك. زي الحاجات دي طبعا احنا كمصريين او كدول تانية ما بنمرش بيها عشان ما بتحصلش كوارث عندنا الحمد لله يعني، او ما بتحصلش حروب الفترة دي يعني. بس انت لو في دولة زي سوريا زي العراق زي لبنان زي فلسطين وزي ليبيا وزي السودان، انت معرض لكل يوم حاجة انت مفاجئ بيها جديدة انت ما تضمنهاش. فلازم تبقى واعي لده وتبقى متصل على الحياة اكتر.
طيب علاج انك انت تمنع ضرر الذكاء الاصطناعي لان خطره كبير جدا، هو خطره اكبر من اللي انا قلته ده وليه تفاصيل كبيره جدا. لو حابين يعني اتكلم عنها في فيديو تاني مفيش مشكله. الاي اي علاجه ان انت كواجب عليك كمصري او كعربي، يعني لو مش عايز تضر بلدك او تضر الفئه اللي حواليك بلاش تستعمله. بالاخر يعني بكل بساطه ما تستخدموش. يعني ايه ما تستخدموش؟ يعني ما تبحث عليه، ما تعوزش منه حاجه، وسيله تسهيل. فانت ما تكسلش، انت لو عايز معلومه ادخل دور عليها او حاول تكريتها انت، تعملها انت احسن ما تخش وتطلب من حاجه مصنعها الانسان. ما هو انت انسان برضه، انت فاهم؟ فكونك ما بتستخدمهاش ده مش جهل منك، ده بالعكس انت بتبقى واعي زياده، فمش عايز يبقى عنده معلومات عنك، ومش عايز يبقى قواعد البيانات بتاعتهم تبقى متخزنه فيها معلومات عنك وعن بلدك. خلي بالك، لان الذكاء الاصطناعي انت بتفتحه دلوقتي، هم عملوه كمان في مواقع السوشيال ميديا. يعني انت ممكن تفتح من الواتس حاجه اسمها ميتا وكده، انت عارف ايه اي ميتا والكلام ده. طبعا هي تافهه جدا، بس انك انت بتبحث عنها بكلمات، تلاقي كلمات معينه كده محظوره، زي انك انت تبحث في سياسه او تبحث في بحيه او كده. الحاجتين دول بالنسبه لهم يعني حاجه كبيره جدا، انت فاهم حاجه؟ طبعا بيبقى متخزن بشويه كلمات كده ممنوع ان هو ايه تبحث عنها، فبتظهر تلقائي. لكن انا بكلمك ان انت حاول تستخدمش الاي اي، مش احسن حاجه، ومش يعني من غيرها الدنيا مش هتقف. يعني بالعكس، ده انت ممكن يعني تسعى انك انت تطور من حاجه جديده، لان هو بيعلمك انك انت لو عايز معلومه هيجيبها لك على الجاهز، غير لما بتتعب. لما بتيجي تدور على معلومه انت بتوصل ل100 معلومه قبل ما توصل لها هي، انت فاهمني؟ فانت بتحصل المعلومات كتير. لكن الاي اي هيجيبها لك على طول كده، وفاهم ملخصها وخد. إيه لو هتستخدمها مثلا، استخدمها في معلومات او تبحث عن حاجه، وخليها ان انت مش فاضي خالص بقى لو هو انت مطحون. لكن حاول ما تخليهاش استعمالك اليومي، عشان أنا ليا صحاب وليا ناس يعني اعرفها بتستخدمها بشكل جنوني. هو ممكن لو مكسل يهرش في دماغه فيخش على الاي اي يقول له ازاي امنع الحكه، انت فاهم؟ فالموضوع صعب جدا، وفي ناس كتير حوالينا كده يعني. بس حبيت يعني فيديو خفيف انبهكم عن الحاجه دي وبس كده. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، يا رب تنجحوا. السلام عليكم. ليه طيب كتبت